طبعا قررت اللجنة التحضيرية لملتقى العشائر السورية تأجيل عقد هذا الملتقى، وذلك بسبب الظروف الأمنية وقيام حكومة أردوغان الإجرامية بقصف مناطق شمال وشرق سوريا. وبهذه المرة يتم القصف عبر الطيران الحربي وبشكل معلن على طول الحدود. وسبب تأجيل هذا الملتقى هو حفاظا على كافة الوفود القادمة من كافة المناطق، كونه تم استهداف كافة المرافق الحيوية واستهداف المدنيين في كافة المناطق، في ديريك وفي درباسية وكامل المناطق في مناطق شمال وشرق سوريا. ويهدف المحتل التركي ومرتزقته من خلال هذا القصف وبهذا التوقيت هو ضرب أي مشروع لتكاتف هذه المكونات والدفع بالعملية السياسية إلى حل القضية السورية. فكان هدفه الأساسي هو إفشال هذا الملتقى وضرب أي حالة من السلم أو التعايش وتكاتف أبناء هذه المنطقة للوصول حل القضية السورية. في النهاية طبعا نتوجه لكافة الوفود التي كانت مقررة الحضور لهذا الملتقى بالسلامة، ونتمنى لكل أبناء الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا السلامة. ونؤكد بأن قوات سوريا الديمقراطية هي جاهزة للرد على كل الاعتداءات التي يقوم بها المحتل التركي بين الحين والآخر.